أصغر عروسين في المعتمدية. يلا بينا نشوف الفيديو الأول. مفيش حد خسرنا على الجوازة. هو بيحبني وانا بحبه ومتجوزين على سنة الله ورسوله. وانا كمان بحبها وشكرا. سوق. وهو غمزني انا غمزت له بس كده، وجا قال انا هجيب ابويا وهاجي اتقدم لك وكده، وراح اتقدم له ورا الفاتحة، حط ايده في ايد ابويا وكده والحمد لله، ومرتاحة معاه هنا اهو. بس نفسي في حاجة واحدة، ان انا اقعد مع امي على طول. أصغر عروسين في المعتمدية. يا مساء الورد عليكم، يا ريت تشجعوا قناتي بلايك للفيديو واشتراك في القناة، ويلا بينا نشوف الفيديو. أصغر عروسين في المعتمدية. طبعا كلنا شفنا الفيديوهات بتاعتهم وصورهم كتير جدا على الفيسبوك. طبعا ناس كتير قالوا ازاي يتجوزوا وهم صغيرين، ازاي لا ده شكل العريس مغصوب على الجواز، لا ده شكل العروسة مغصوبة على الجواز. طب يا جماعة خلاص اللي حصل حصل واتجوزوا يعني. طبعا السن اللي زي ده ما ينفعش حد يتجوز فيه أساسا يعني، بس خلاص اتجوزوا هنعمل ايه؟ ده اولا. ثانيا الناس اللي بتتريق على شكلهم، انا مش عارفه ازاي حد بيتريق على شكل حد. ليه تتريق على فكره بجد يعني؟ يعني دين تدان دين تدان بجد يعني. انت لو اتريقت على مثلا عشان هي عينيها عامله كده او مش عينيها عامله كده، بكره او على المدى البعيد هتلاقي عينك عامله كده، عينك في عيالك بقى. بصوا ما فيش مفر، ما فيش مفر والله العظيم بجد. فيعني لو حد دكتور او اي حاجه مثلا بتاع عيون يعمل لها مثلا العيون دي، والله بنت ما شاء الله عليها يعني جميله تمام، بس هي محتاجه بس ايه تظبط عينيها. ده اولا. ثانيا بقى قصه بقى الحب الفظيعه بقى دي بقى ايه اللي فيها ضحك شويه بصراحه. يعني زي اللي هقلس عليها شويه، مش هقلس يعني هضحك عليها شويه. يعني بيقولك ان هو ايه، هو بيقول انا اتعرفت عليها، هي غمزت لي وانا غمزت لها، فقررنا ان احنا نتجوز. يعني انا مش عارفه الدماغ فين. مش عارفه هما يعني هما اكيد فيهم مثلا حاجه كده نفسيه او حاجه، انا مش عارفه بصراحه، بس ده اكيد يعني. فبيقول ان هو ايه، ان هو شبع عند بتاعه المخلل فغمزت له، فهو غمز لها، فقرروا ان هما يتجوزوا. فقال لبابا يا بابا يلا نتجوز، عايزه اتجوزها. فخلاص قرروا ان هما يتجوزوا بعض. فطبعا يعني انا مش عارفه يعني الحقيقه فين بصراحه، او يعني قصه جوازهم الحقيقيه ايه مش عارفه، بس هما طلعوا وقالوا كده. يعني الكلام اللي انا بقوله ده هما اللي قالوا بجد. ف يعني ربنا يسهل لهم وربنا يوفقهم. ومش هنقول غير كده يعني، هنقول ربنا يوفقهم وربنا ينجحهم في حياتهم، وان شاء الله ما يكونش مثلا ما يجيش في اقرب وقت نسمع ان هما اتطلقوا ولا حاجه وتبقى مشكله بقى، تبقى مشكله للعروسه بقى لسه صغنونه خالص ومستنيه. يعني ايه ان شاء الله ربنا يوفقهم في حياتهم و... وان شاء الله دكتور كده يعني اكيد بيشوف، اكيد في دكتور بيشوف الفيديوهات دي. يعني مش فيديو انا بتاعي انا، او اكيد الفيديوهات طبعا عشان منتشره جدا على الفيسبوك، اكيد في دكتور عيون بيشوف الفيسبوك يعني الفيديو ده. فيعني لو يتكرم ويعمل لها العين ده يعني يبقى جزاء عند ربنا بجد والله العظيم. بس فطبعا ناس كتير طبعا عاجبها الموضوع وناس كتير مش عاجبها الموضوع. انا عايزه اشوف بقى ايه تعليقاتكم انتوا ايه ورأيكم.